السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعينا من كل مكان بفيديو جديد. معكم شيماء من قناة يوميات أسرة عصرية. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة ان شاء الله جايبه لكم افكار جميلة جدا هتسهل عليكي وقفتك في المطبخ، وافكار هتسهل عليكي حياتك باذن الله. بس يا ريت لو انت اول مرة تشوفيني يا ريت تضغطي على زرار اشتراك وتعملي لايك للفيديو. والنهاردة معايا تعاون مع قناة جميلة جدا هي هتعرفكم بنفسها. هاي بنات، ازيكم عاملين ايه؟ انا منى الشريف، يوتيوبر مصريه. قناتي بتتكلم عن الاساس من الكرتون والديكورات والخشب والكلام ده كله. والنهارده الفكره هتتكلم عن البيت من الكرتون او بوكس بسيط من الكرتون بس على شكل بيت. ممكن تستخدميه كحافظه لعب اطفالك، او ممكن تستخدميه كحافظه لحاجاتك انت الشخصيه. الفكره النهارده بسيطه جدا وسهله، وشوشو هتسيب لكم الرابط بتاع القناه ورابط الفيديو في الديسكريبشن بوكس. واتمنى ان انتوا تزوروني في القناه وتعملوا اشتراك، ويا رب الفكره بتاعت القناه تعجبكم. ويلا بينا نشوف القناه بتاعتنا بتتكلم عن ايه. باي باي. اول فكره معانا، لو عندي برطمانات فاضيه طبعا زي ما بنجيب مثلا فيها صلصه، بنجيب اي حاجه وبيبقى عندنا برطمانات، فانا عايزه اشيل اللزقه او الورقه اللي عليها بسهوله، بتكون طبعا هي جامده شويه. بجيب البرطمان اللي انا عايزه اشيل الورقه من عليه وبحطه في علبه او في طبق، وابدا ان انا انزل عليه ميه سخنه، ميه مغليه، وبعد كده هحط عليه شويه خل بسيطه، وبعد كده هسيبه لمده ربع ساعه في الميه المحطوطه عليها خل. بعد كده ببدا ان انا اجي اشيل الورقه او اللزقه، طبعا بتنشال معايا بكل سهوله. بجيب بس سكينه وابدا ان انا انزل كده معايا. طبعا الميه السخنه شالتها لي بسرعه، والخل عندي عقم ملمع. الخل ملمع جيد جدا للزجاج وعقم لي البرطمانات كويس جدا. بشيل معايا طبعا الورقه خلاص كده بنشال بكل سهوله زي ما حضراتكم شايفين، بقت بتلمع ومتعقمه وجميله جدا. بعد كده انا ببدا ان انا انشفها كويس قوي بالفوطه. يعني ليه بقى؟ انا هبدا ان انا احط فيها اي بقوليات عندك، اي نواشف. انا هنا هحط لوبيا، ذره فشار، عندك فاصوليا، اي حاجه بتعبي فيها البرطمانات. وبعد كده الغطا نفسه عايزين نعمل له برده شكل او نغطيه عشان ما يبقاش شكل البرطمان اللي هو كان جاي فيه. عندك حلين، يا اما الورق اللي هو اللزق الستيكر تقطعي على قد الغطا وتلزقيه، او ورق الفوم. انا هنا لزقت بورق الفوم ده اللي هو لزق منه فيه. بتبدا ان انت تحطي على الغطا، بتبقى عندك مجموعه او طقم شكله جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، بيبقى طقم شكله شيك وجميل جدا. تاني فكره معايا، انا عندي هنا خيار، عايزين نعمل كده شكل جميل للخيار، بيبقى في التقديم او في التزيين حلو قوي. بجيب عندي الخياره وبجيب عندي العود الخشبي بتاع الشيش طاووق، وببدا ان انا كده ادخله في منتصف الخياره بحيث ان هي تبقى في النص بالظبط. بعد كده بحطها طبعا على القطاعه وبمسك السكينه. انا هنا بثبت السكينه، انا ما بحركش ايدي في السكينه، والايد التانيه هي اللي بتلف. الايد اللي ماسكه الخياره ببدا الفها بشويش وبمشي بالسكينه، بتتقطع معايا كلها بكل سهوله. بعد كده بسحب العود الخشبي منها، تديني شكل كده حلزوني، بتقدمها طبعا في الاكل، بتعمل ديكور، بيبقى شكل حلو يعني تغيير الخيار. تالت فكره معايا، طبعا في وصفات كتير زي الكيكه الاسفنجيه بنحتاج فيها ان احنا نفصل البياض عن الصفار، وفي وصفات تانية، فانا عايزه افصلهم بطريقه سهله جدا. كل اللي عليا ان انا بجيب ازازه او الزجاجه البلاستيك، وببدا ان انا اضغط عليها، بخرج شويه هواء، وبعد كده ببدا ان انا احطها على الصفار وبسحب بيها، بتطلع معايا بكل سهوله والصفار بتفصل عن البياض. رابع فكره معايا، لو عندي ازاز كنز فاضيه ممكن استخدمها في حاجات كتير. على فكره ممكن استخدمها زي حصاله، ممكن برضو نغلفها ونخلي اولادي يستخدموها زي حصاله، ولا افكار تانية كتير. بس انا هعمل معاكم فكره دلوقتي. كل اللي انا عايزاه ان انا بشيل الجزء اللي فوق ده بقطر او بسكينه ايا كان، وبعد ما اشيله لو في اي حواف جت معاكي كده او لسه في حواف بارزه، ممكن بالكماشه، دي اسمها كماشه، بضغط بها كده وببدا ان ادخلها كده ببعضها عشان ما تبقاش فيها اي مشاكل. بعد كده بجيب ورق الستيكر اللي هو بلزق منه فيه، وبقيس على قده المقاس وبقصه وبلزقه، وبقى انا كده دريت شكله تمام وبقى شكلها حلو. بعد كده بستخدمها زي منظم. ممكن تستخدميه كمان منظم للاولاد، في تحطي فيه مسطره، قلمه ومساطر وكده. وممكن تستخدمي كمان في المطبخ ان انت تحطي فيه معالق، شوك، سكاكين، زي ما انت عايزه. خامس فكره معانا، لو عندي اي اكياس مفتوحه، سواء بقى اكياس سكر، مكرونه شعريه، ده برغل، هنشوف ازاي ان احنا نقدر نقفل الكيس ونستخدمه بشكل سهل وبسيط. بجيب عندي ازازه فاضيه، ومنها كمان ان انا بعيد تدوير الزجاجات الفارغه اللي احنا بنرميها. كل اللي فيها ان انا باخد الجزء اللي فوق فقط من فوهه الازازه، باخد الجزء اللي في الغطا وجزء بسيط وبقطعه بالسكينه زي ما حضراتكم شايفين معايا، وبعد كده بركبه في الكيس وبغطيه وباجي استخدمه، بفك الكيس وافضي منه. تبقى سهله جدا وبتسهل عليكي حياتك، وبتسهل عليكي جدا.
سادس فكره معانا، لو عايزه تقشري البطاطس بكل سهوله بعد ما تسلقيها، ايه اللي احنا هنعمله؟ قبل ما نسلقها بنمسك السكينه وبنحدد بس خط في النص، في نص البطاطسايه قبل ما نسلقها. بعد كده بنحطها في الميه وبتتسلق. بعد ما تتسلق تيجي تقشريها بتطلع معاكي بمنتهى السهوله مره واحده، ما بتتقطعش معاكي ولا بيبقى صعب عليكي في تقشيرها. سابع فكره معايا، طبعا معظمنا ما بنقشر الثوم او البصل في المطبخ، بعد كده ايدينا بتبقى مكانها او لها اثر ريحه فظيعه. عشان تروح معاكي بكل سهوله، معجون الاسنان له حل سحري. كل فين انت بتاخدي قطعه من معجون الاسنان وبتحطيها في ايدك، الريحه بتروح تماما وبتقضي على ريحه البصله والثوم. وعندي فكره كمان جميله جدا للي عايز يعمل بيض مقلي بدون زيت، بدون نقطه زيت. هنقول على المقادير. معايا هنا بيض، دول 3 بيضات، معايا ملح وفلفل، الملح حاجه قليله عشان عندي زيتون، معايا جبنه موزاريلا، معايا فلفل الوان متقطع مكعبات صغيره، ومعايا كمان بطاطس مسلوقه متقطعه صغير، ومعايا زيتون مخلي، وياخد برضو شويه خل صغيرين عشان برضو امنع الزفاره تماما. وعندي هنا الاكياس الحراريه اللي هي بتاعه الفراخ المشويه، انا هاخد منها كيس عشان هعمل فيه البيض. كل اللي انا هعمله هجيب الكيس وافتحه واحط فيه كده على بعضه المكونات اللي عندي. هحط البيض وهحط الجبنه الموزاريلا. الجبنه الموزاريلا على فكره ممكن تستغني عنها وتحطي اي جبنه عندك، جبنه رومي، جبنه فلامنك، اي نوع جبنه عايزه تحطيه. وهحط الفلفل الالوان وهحط الزيتون والبطاطس والملح والفلفل كله على بعضه. بعد كده هرجهم كويس قوي، همسك كده الكيس واقفله وارج المكونات كلها مع بعضها في الكيس. حاجه سهله قوي وسريعه، مش هاخد منك وقت. بعد كده بقفلها بالقفل اللي هو جاي معاه، اللي هو بالرباط اللي هو جاي معاه، بقفله كده من فوق وببدا ان انا الفه على شكل رول، يعني ضيقه كده من تحت وخليه يبقى على شكل رول. بعد كده بجيب عندي بتبقى ميه مغليه، ميه بتغلي لازم تكون بتغلي، وبعد كده هبدا ان انا انزل في رول البيض ده عشان يستوي. هيقعد معايا حوالي تلت ساعه. بعد كده بفتح بقى الكيس وانزله، وبيبقى شكله جميل زي ما شايفين وصحي جدا ومفيد ومغذي وحاجه سريعه وسهله. الفكره اللي بعد كده، لو انا عندي اكياس وعايزه اقفلها، عندنا يا جماعه مكنه تقفيل في البيت موجوده ببلاش. كل اللي فيها ان انا بجيب سكينه او اي معلقه وببدا ان انا اسخنها على النار، وبعد كده بحطها كده مره واحده او زي خط كده بناخده، بتتقفل معانا تماما وبيبقى قفل محكم وجامد جدا. حبايب قلبي فيديو النهارده خلص. لو الافكار دي عجبتكم او الفيديوهات اللي زي كده عجبتكم، يا ريت تقولوا لي عشان اعمل فيديوهات تانية زي دي وافكار تانية كتير. ولو سمحتوا انا تعبت في الفيديو ده، يا ريت تعملوا لايك وشير وتشاركوه على مواقع التواصل الاجتماعي عشان الكل يستفيد. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.